تشهد تطورات متسارعة على الصعد العسكرية والسياسية والإنسانية. إليك ملخص مفصل لآخر المستجدات. 1. الوضع العسكري الميداني. كردفان تشهد ولاية جنوب وغرب كردفان تصعيداً كبيراً، حيث شن الجيش السوداني غارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع في غرب كردفان. كما وردت أنباء عن قصف طال مستشفى الكويك بجنوب كردفان، مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم كوادر طبية. دارفور، لا تزال مدينة الفاشر ومناطق أخرى في شمال دارفور تعاني من حصار واشتباكات، مع تحذيرات دولية من تمدد القتال إلى مدينة الأبيض. عمليات نوعية. استمرت الطلعات الجوية في مناطق متفرقة، مع وجود حشود عسكرية في مناطق النيل الأزرق وصنار، مما يشير إلى احتمال فتح جبهات قتال جديدة. 2. الأزمة الإنسانية والمجاعة. تجاوز عتبة المجاعة. أعلنت منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الدولية رسمياً أن مناطق في شمال دارفور مثل بارو وكيرنوي قد تجاوزت عتبة المجاعة وسوء التغذية الحاد. أرقام كارثية. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 11 مليون نازح يعيشون في ظروف بالغة القسوة، وأن نحو 34 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية خلال عام 2026. التمويل الدولي. أعلنت واشنطن عن إطلاق صندوق إنساني جديد للسودان بقيمة 1.5 مليار دولار لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم. 3. التحركات السياسية والمبادرات. مبادرة صمود. طرح رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مبادرة جديدة تحت اسم صمود من لندن، تهدف إلى استعادة المسار المدني وإنهاء الحرب. الدور الأمريكي والدولي. وضع مجلس السلام التابع للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب ملف السودان كأولوية قصوى، مع تصريحات تشير إلى الرغبة في الضغط لإنهاء الحرب خلال العام الحالي. مجلس الأمن. من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة رفيعة المستوى خلال شهر فبراير الحالي برئاسة بريطانيا لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان وتدفق الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة. 4. الوضع الاقتصادي والخدمي. أزمة البنوك. تصاعدت أزمة تطبيق بنك الخرطوم، حيث منح البنك المركزي مهلة 48 ساعة لمعالجة الأعطال التي تعيق معاملات المواطنين. إضرابات. شهدت مدينة واد مدني إضراباً شل حركة الأسواق احتجاجاً على الجبايات والرسوم المفروضة من قبل قوات الدعم السريع المسيطرة على المنطقة. خلاصة المشهد: السودان الآن في سباق بين جهود دولية مكثفة أمريكية وإماراتية وسعودية للتوصل إلى هدنة إنسانية، وبين تصعيد عسكري ميداني يهدد بتقسيم البلاد فعلياً وتفاقم المجاعة. الوضع الأمني والسياسي. الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا تزال مستمرة، مع اشتباكات وأجواء قتالية في عدة مناطق من البلاد بما فيها العاصمة الخرطوم. بريطانيا حذرت من تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين وطالبت بتحرك دولي عاجل لحماية النساء والفتيات. المملكة المتحدة أضافت 6 أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات ضد السودان بهدف الضغط على أطراف النزاع. الأزمة الإنسانية وأفقر بلاد. الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية تقول إن الجوع والفقر في السودان تفاقم بشدة، مع وصول مستويات سوء التغذية إلى مرحلة المجاعة في مناطق جديدة في شمال دارفور مثل بارو وكيرنوي. منظمة IPC الدولية أكدت إن المجاعة تنتشر أكثر في المنطقة، مع نقص حاد في الغذاء والمساعدات الإنسانية. تقرير دولي يرى أن السودان أصبح من أشد البلدان جوعاً في العالم بسبب انقطاع الخدمات والقتال المستمر. خدمات وإدارة. هناك تحديثات يومية في الشؤون الإدارية مثل اجتماعات حكومية وأنشطة رسمية، لكنها تأتي في ظل ضغوط معيشية كبيرة. سياق إضافي مهم. خلفيات. الحرب مستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع RSF، ما أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. المجاعة وتضاعف حالات سوء التغذية أصبحت سمة مقلقة في دارفور وغيرها من الولايات، مع نقص شديد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية.